وباسم أعضاء الرابطة الولائية للرياضات الكروية، الأخ بوزنوز زبير الأمين العام للرابطة، وتحت رأسهم السيد خباش محمد رضا رئيس الرابطة الولائية للرياضات الكروية. تم تنظيم دورة جهوية في بلدية الشحنة من طرف الوداد الرياضي الشحنة بالتنسيق مع الرابطة الولائية للرياضات الكروية وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية جيجل، اللي نشكروهم بالنيابة على المجهودات اللي بذلوها من أجل إنجاح الكرة الحديدية في ولاية جيجل. حوصلت هذه الدورة، هي الدورة جهوية في طبعتها الثانية، ونشكر الأخ فيصل بكلة وهو رئيس الفرع على هذه المجهودات المبذولة من أجل إنجاح هذه الدورة. وحوصلت المجهودات التي تبذلها الرابطة من هذا المنبر هي الوصول إلى أبعد مستوى، وهي في الدورات الممتازة، الدورات الوطنية التي شاركنا فيها في عدة مناسبات وحققنا نتائج جد معتبرة، والفضل يعود إلى رؤساء الرابطات الذين لبوا الدعوة لإتمام هذه المهنة وهذه المهمة. وحتى لا ننسى الثلاثيات التي تشارك اليوم في كأس الولاية، وهما 3 ثلاثيات، ثلاثية أكابر وزوج ثلاثيات أصاغر في ولاية خنشلة، ونتمنى لهم النجاح والازدهار. وبارك الله فيكم الأخ ويعطيكم الصحة على هذه الالتفاتة الطيبة منكم، وكل ما يرجع. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا متابعينا، معكم رئيس نادي الوداد الرياضي الشحنة السيد بكلة فيصل للكرة الحديدية. مجريات الدورة الجهوية في الكرة الحديدية ببلدية الشحنة بالملعب البلدي بوخرشوش علي عرفت حضور أكثر من 20 ولاية، والأمور التنظيمية راهي ماشية نقدروا نقولوا ممتازة. بالنسبة كذلك للأمور الإطعام كذلك في البلدية